بكريوم بتتكلم مع الدكتورة في المستشفى وبتقولها هتتسلقي الجبل النهاردة، فبتقولها خلاص هانت. بعد ما بتغير هدومها بتشوف الشمسية اللي كانت معاها لما التلج نزل، وبتقول صح دي ترجعها. تطلع كانت مستلفاها من ممرضة معاها وبترجعها لها وبتمشي. بتروح عشان تصلي على الجبل وبتقول لإله الجبل هو ده الراجل اللي قلتلك عليه، هو ده اللي انا عايزاه. وبترفع الموبايل اللي فوق عشان توريله صورته. سانجي يو بيبعت لها صورة واحد وبيقول لها ها، فبتقوله مرفوض. فبيسألها عن السبب، بتقوله مش شبه يون بين ولا ون بين. فبيتعصب وبيقول وانا هلاقيه فين ده بقى ان شاء الله. الضابط سو بيروح شقة واحدة من اللي معاهم نفس المظلة عشان نسي دفتر الملاحظات عندها، وبتبقى الأم رايحة لبنتها، ولما مش بتفتح البنت الأم بتدخل رمز المرور وبتقول لضابط سو خليكي هنا ثواني، وبتدخل. فبتلاقي بنتها مشنوقة فبتصوت، وبيدخل الضابط سو جري. الشرطة بتراقب ميونج تشيك اللي هو عشيق البنت المختفي. الشرطة بتروح موقع الجريمة فبيلاقوا أدوية تخسيس هناك في شقتها. فالضابط بيقول سمعت إن الأدوية دي ممكن يخليها تفقد الدافع إنها تعيش. فالضابط سو بيقول انت لاحظت كده عليها الصبح؟ فبيقوله لأ. قال له ولا أنا. وبيتناقشوا في القضية في مركز الشرطة إنهم مش لاقيين دليل واحد ومش عارفين يمسكوا المجرم. تحس إن في حد بيساعده من فوق. واحد من اصحاب سانج هيوك بيقوله انت غيرت مستشفى دانج تشيل ليه؟ فبيقوله مش قادر استحمل اهتمام الدكتوره القديمه بيا. قاله هم على كده هناك حلوين؟ انا سمعت انك بتاخده هناك عشان تشوف الدكتور الجميل حتى وهو مش تعبان. قالوا الوقايه خير من العلاج، وبعدين هو عنده سنه مفرطه اصلا. بيسمعوا الاخبار عن البنت اللي اختفت عند الجبل وان الشهود كلها ماتت. فزانج هيوك بيدخل اوضته وبيدور على الموضوع. بيدخل وراه واحد من اصحابه فبيقوله تفتكر القضيه دي مرتبطه باللي حصل؟ قاله انا حاسس بحاجة غريبة. فبيقوله كل اللي مات كان ليه سبب انه يموت. قاله لما حصل قبل كده كان ليه سبب برضه. قاله بس ده فات عليه 29 سنة. قاله ممكن يبقى فيه سبب او ما كانش عنده رغبة. نيجي لدونج جو صاحب سانج يوك واللي عمره ما اتعرف على بنت. شاف اعلان في التلفزيون عن اكاديمية لتعليم المواعدة فراح يقدم فيها، بس كان مستعجل قوي وعايز يتعرف على بنت في خلال 3 شهور. فبيدوله الكتاب اللي هيتعلم منه، يعني كان اسمه سر كازانوفا. سانج يوك بيتصل برئيس مركز الشرطة يسأله عن القضية لأنه شاكك إن ليه علاقة بالقضايا القديمة، وبياخد عنوانها وبيروح هناك. أختها بتفتح له فبيسألها لو شافت دفتر أحمر مع أختها مكتوب عليه خيانة زوجية، فبتفضل تزعق معاه وبتقفل الباب في وشه. سانج يوك بيروح للمحقق سو اللي مسؤول عن القضية وبيكلمه إن ممكن تبقى القضية دي مرتبطة بالقضايا القديمة، لأنهم تموا في الشتا برضو لما السما بتنزل تلج، وان كلهم الجاني كان بيديهم دفتر احمر مكتوب عليه الخطايا اللي بيعملوها قبل ما يقتلهم ب24 ساعة. ويخلي باله انه لو نفس الجاني فهو ماشي على كتاب الخطايا ال7 للنساء، وكده فاضله المرض والزنا والغيرة. فلو راح فتش بيت الست اللي اختفت كويس ممكن يلاقي الدفتر الاحمر اللي مكتوب عليه الزنا، وبيقوله تدور على الجاني مش الشهود. الضابط بيكشف عن بطاقته وبيقول للضابط سو، فبيقول لسانج يوك وانت ان شاء الله عرفت ده كله ازاي وانت مواليد 94 والقضايا كانت في 93. بكريون بتصلي على الجبل وبتنسى صورة سانج هيوك، فبترجع تجيبها بتلاقيه هناك. فبينزلوا مع بعض وبيوصلوا. فبتقوله لقيت رجل المثالي؟ قال لها لسه بس هلاقيه يعني. قالت له طيب ما تدورش تاني عشان مش هتلاقيه عشان هو قدامي. قال لها هلاقيه ما تقلقيش. قالت له انت نوعي المفضل. قال لها انا هعمل نفسي ما سمعتش حاجة عشان انتي بالنسبة لي واحدة مثيرة للشفقة هتطلع الجبل 1000 مرة عشان بس تلاقي الشخص المقدر ليه. بتروح بكريون وهي متضايقة جدا منه وهو بيتضايق ومش بيعرف ينام وبيفتكر جونج أو. بتقوم بكريون الصبح عشان تطلع الجبل المرة ال1000 واللي بتبقى آخر مرة. والمحقق سو بيروح ياخد أليكس بس الدنيا بتمطر، فالممرضة بتطلع توصله بالمظلة للعربية بس بتكون المظلة المنقوشة. فبيسألها عليها فبتقوله انها كانت مع طبيب كريون. فبيجري بسرعة عشان يشوفها لأن القاتل بيقتل الشهود. الضباط بيروحوا يشوفوا ميونج تشيك بس بيلاقوه في المكتب. سانج هيوك بيروح يشوف بكريون وبيعرف انها الشاهدة. بكريون بتحس بحركة حد. سانج هيوك بيطلع جري بس بيلاقي سيد القدر في وشه وبيقول انا مش قلتلك ما تفتحش قلبك لحد عشان النهاية ما تبقاش وحشة. وبيفتكر انه لقى سيدة البلاط وقع من فوق الجبل ميتة وبيشد معاه. تبقى بكريون هتقع بس ظابط سو بيمسكها. سانج هيوك بيروح بكل جروحه بعد ما شد مع سيد القدر الاسم
عشان يبلغ عن شخص مفقود، فبيخافوا منه. الضابط سو بيشرح لبيكريون إنها الشاهدة في قضية البنت المفقودة. الضابط بيسأل سانج هيوك مين هي المفقودة وتقرب له ايه، فبيقول له واحدة ماليش علاقة بيها، فبيزعق معاه. وبيشوف صورة لبيكريون بالمظلة المنقوشة، فبيقول له هي دي المرأة المفقودة. بنلاقي بيكريون بتنادي على سانج هيوك، فبيجري عليها يشوفها. والضابط بيقوله انت مفكر الشرطة لعبة عشان حبيبتك ما ردتش على التليفون تبلغ انها مفقودة؟ فالضابط سو بيقوله مش حبيبته. بيكريون زعقت لهم انتوا ازاي سايبينه كده مجروح، هاتولي الاسعافات الاوليه. وقعدوا على جنب عشان تعالجه. بتقوله انت ازاي يعني تتعور، ما انت حلو جدا في الخناقات. وهو يقول لها بردي على التليفونات بعد كده. والضابط بيقول له اهو مش قلت لك حبيبين. الضابط سو بيسأل بيكريون عن اليوم اللي اختفت فيه الست، فبتقول انها كان باين عليها انها حزينه وكانت مستنيه حد، فبيوريها صوره ميونج تشيك، فبتقول له مش فاكره. بعد ما بيخلصوا بيبقوا عايزين يروحوا بيكريون، وبيتخانقوا مين اللي هيروح. قالوا خلاص هي اللي تختار اذا كانت عايزه شرطي ولا مدني اللي يوصلها، فبتختار سانج هيوك طبعا. صاحبتها بتقول لها البنت اللي ماتت جنبنا ما كانتش انتحار، دي اتقتلت بعد ما الشرطه استجوبتها. بقولك ايه ما تشهديش. تقول لها صح، مش كانت مرتك الألف النهارده وشفتي المحقق سهر الجبل؟ ده كده الراجل المقدر ليكي. العراف ما كانش بيكذب. سانج يوكو وصحابه كانوا بيفطروا، ودونج جو بيقوم عشان ميعاد الكورس بتاعه جه. فالتاني بيقولوا انت رايح فين، وبيروح شايل الشنطه منه، فبتقع منها الشوكولاته على الارض. وبيقعدوا يتخانقوا، ودانج تشيل بياكل الشوكولاته وبيتعب جدا، فبيجروا بيه على المستشفى بسرعه. وبكري يوم بتعالجه وبتقول لهم انه هيبقى كويس. بس مين دول؟ فبيقول لها اخواتي الكبار. بيتحول دانج تشيل لإنسان وبيخرج لهم وبيطمنوا عليه. فبتسأل مين ده؟ قال لها أخونا الرابع. الممرضة بتخرج بتقول دانج تشيل اختفى وساب المحلول بتاعه. فبتقول لها ازاي يعني، ده مش إنسان حتى عشان يعرف يشيله. وفجأة الممرضة بتشاور على كلب ولدن بره وبتقول دانج تشيل، وبيجروا عليه. سانج هيوك بيقول لصحابه روحوا انتوا دلوقتي وانا هشرح لها، وبيجري على بره عشان يشوف الكلب. بس صاحب الكلب بيقول لهم ده بتاعي. فسانج هيوك بيقول لهم ده مش دانج تشيل. الضابط سو بيسمع زمايله، وواحد منهم بيقول انه خلاص خسر كده عشان بيكريون خرجت ماسكة ايد سانج هيوك. هو الضابط سو وسيم، بس في اوسم منه بره مركز الشرطة. فالضابط سو بيروح على مكتبه وبيفتكر كلام سانج هيوك على الدفتر الاحمر، وبيروح يدور تاني في بيت البنت المختفية، فبيلاقي دفتر احمر مكتوب عليه الزنا. بيروح يدي الدفتر لرئيسه وبيقول له مين في بالك؟ قال له ان القضية دي بدأت من بدري، وإن في واحد بيدي الضحايا دفتر أحمر مكتوب عليه خطية وبيقول لهم املوه وإلا هتموتوا بعد 24 ساعة. وهم كانوا بيفتكروا إنه مجنون. وقتل بنت في ثانوي وصاحبتها كانت جونج أو، رغم إنها ما كانتش في الخطة، بس كانت لابسة نفس الجاكيت بتاع المدرسة الثانوية. والشهود كانوا بيموتوا واحد ورا التاني. والضابط المسؤول عن القضية انتحر بسبب ضغط الناس وكرههم للشرطة، والقضية اتقفلت. بس بعد سنة الضابط بيفتح القضية تاني، وكنا خلاص هنمسكه، بس اختفى هو والضابط كأن حد بيساعده من فوق. نيجي لبكريون وكانت رايحة تتغدى مع الممرضات، بتلاقي سانج هيوك في وشها وبيروح معاهم المطعم، بس بيقول لها استني لما ادوق الاول عشان يتاكد انه مفهوش حاجه. والممرضات بيبقوا غيرانين. وبالليل بتخرج مع صاحبتها عشان يتعشوا، وهو بيروح معاها عشان يتأكد من الأكل، وبيدوق الأكل وبيقول لها تمام كلي، وبيزقها عشان يبعدها عن النار. وبيساعد صاحبتها في إنها تاخد ورقة بيرلا، بس بتزعق معاه وبتقلب وشها وبتقوله انت جاي تحمي الشهدة، افرض مت وانت بتساعدها ولا في حاجة وقفت في الدور، انت بتساعدها ليه اصلا؟ اعملي ورقة ملفوف. فبيعمل لها وبيأكلها بقها، فبتفرد وشها. بتشرب لحد ما بتسكر، وبيشيلها على ظهره للبيت. بتروح تاني يوم عشان يعملوها تنويم مغناطيسي عشان تفتكر اي حاجة عن الخاطف. وبترجع ليوم الحادثة وبيقول لها شايفة ايه؟ فبتقول له واحد طويل ازيد من 180 سنتي. فبيشكوا في ميونج تشي، وبيروح ماسك الضحية من رقبتها وهي بتخاف. فبيقول لها ارجعي تاني للتلج. وبتشوف الضابط سو وهو لابس لبس ملك وجاي عليها. سانج يوك بيروحها وبيديها الكوفية بتاعته، وبيقول لها خليكي في البيت النهارده الدنيا هتمطر تلج. الضابط سو بيفكر كمان في الشخص اللي كانوا شاكين فيه زمان اول ما القضية بدأت بتاعة الدفتر الاحمر، ومفيش ادلة لا على ده ولا ده. بنعرف ان في حد تاني كان لابس اسود في المكان ده، ولما بكريون ركبت الاتوبيس في واحدة تاني شافته ماسك الضحية من رقبتها. فبيروحوا للشهادة دي، فبتقول لهم مش هتعاون معاكم، انتوا اي حد بيتعاون معاكم بيتقتل. صاحبة بكريون بتقول لها تعالي نجيب حاجة من السوبر ماركت، فبتفتكر انه قال لها وعديني انك ما تنزليش، فبتقول لها روحي لوحدك.
فبتقول لها خايفة اروح لوحدي، فبتنزل معاها. سانج هيوك بيراقب الشخص اللي كانوا شاكين فيه زمان بس بيقدر يهرب منه. بيروحوا السوبر ماركت وبكريون بتطلع الاول وبتخرج واحدة بعدها وبتمشي، بس بتحس بحد وراها وفجأة بتصوت وبكريون بتسمعها. سانج هيوك بيرن عليها بيلاقي تليفونها مقفول، فبيروح على بيتها بس مفيش حد هناك. صاحبتها بتخرج مش بتلاقيها فبتدور عليها، بتلاقيها ماسكة كلب صغير متعور. سانج هيوك بيروح على المستشفى فبيلاقيها بتعالج الكلب، فصاحبتها بتقوله كنا رايحين نجيب حاجة من السوبر ماركت، فبيزعق معاها وما كانش لازم تنزلوا والدنيا بتمطر تلج، انا قلت لها ما تنزلش. الشرطة بتراقب ميونج تشي. سانج هيوك بيوصلهم وبيقول لها ما تنزليش تاني لا لوحدك ولا مع حد. فدورة صاحبتها بتقوله تعالى اشرب حاجة وبعدين ما تبات هنا احسن طالما قلقانة عليها قوي كده. فبيقول لها ايه ابات؟ فبتقوله عشان تطمن ومش هيحصل لها حاجة يعني، وبتطلع وبتسيب. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.